لا صوت يعلو فوق صوت المنتخب ومباريات المنتخب المصري في بطولة الأمم الأفريقية. المنتخب المصري بدأ مباراتين في افتتاحياته في المجموعة بتاعته من أسوأ مباراتين في تاريخ مشوار المنتخب المصري على مستويات كل النسخ الماضية من الأمم الإفريقية. طيب المباراة القادمة، موقف مصر دلوقتي معروف خلاص، احنا عندنا نقطتين، كاب فيردي رأس مجموعة عنده 6 نقاط، ومنتخب غانا عنده نقطة. طبعا ملناش علاقة بمنتخب غانا نهائي، احنا هنتكلم على موقف منتخب مصر لا بديل عن الفوز على كاب فيردي. طبعا صلاح فيتوريا في المؤتمر الصحفي اتكلموا عن الكلام ده، وان احنا منتخب مصر عايز يصنع التاريخ، وصلاح قال ان انا عايز احقق افريقيا مع المنتخب، وفيتوريا ايضا شايف ان المباراه دي هتكون مباراه مهمه جدا بالنسبه له. وهو يعني ايه، كلامه في المؤتمرات الصحفيه كلام ما بيتغيرش وما عندوش جديد. مدرب كاب فيردي قال ان انا هلعب بنفس الشكل والتشكيل اللي انا لعبت بيه في المباراتين اللي فاتوا، واللعيبه عندي متعطشه للبطوله ومتعطشه للتالق والكلام ده كله، والراجل يعني عندهم دافعيه كبيره جدا، واللاعبين عندها حماس عالي جدا مباراه منتخب مصر، شايفين ان هي هتبقى بالنسبه لهم يعني وكانها بطوله خاصه. طيب التشكيل الامثل للمنتخب المصري في المباراه عشان المنتخب المصري يقدر ان هو يفوز ويعدي لبر الامان، من وجهه نظر المتواضعه ان المنتخب محتاج بعض التعديلات. خلاص صلاح بره التشكيل الاساسي، اتمنى له العوده طبعا من الاصابه واللحاق ان شاء الله في الادوار القادمه مع زمايله في المنتخب المصري. هيبقى محمد الشناوي في حراسه المرمى كالعاده، وخط الدفاع انا شايف ان احمد حجازي مش فت ومش في افضل حالاته، هو من احسن المدافعين في الكره المصريه، لكن شايف ان ممكن يتم الدفع بياسر ابراهيم بجانب محمد عبد المنعم. اذا كان حجازي فت و100% ماشي، لكن من وجهه نظري هيبقى ياسر ابراهيم افضل. احمد فتوح على الناحيه الشمال كلام منتهي وكلام خلاصة، أحمد فتوح على الناحية الشمال، عمر كمال عبد الواحد على الناحية اليمين. منطقة بقى العمليات ومنطقة نص الملعب وفيها لغط كتير جدا، إن هيركن على جنب وهنزل مروان عطية في المنطقة الخلفية دي عشان يلم لي بقى الدنيا اللي ورا دي كلها، والمنطقة العشوائية اللي في منطقة نص الملعب وقدام المدافعين. هيبقى معاه إمام عاشور وحمدي فتحي. طيب الناحية الشمال والجناح الشمال، طبعا احمد سيد زيزو احسن لاعب في مصر، ودي مكانه ودي حتته ودي مباراته، وعشان كمان يشتغل عرضيات للمهاجم الاناكوندا مصطفى محمد اللي متالق ومتعطش هو ايضا للتهديف، وعايز الراجل عايز يقول فين العرضيات وفين الكلام ده كله، لان شفناه في المباراه اللي فاتت بيسقط كتير قوي قدام منطقه الجزاء ونص الملعب عشان يبدا يعمل عمليه الاستلام والتسلم. الناحيه او الجناح الايمن انا شايف ان عمر مرموش كان موجود ومتألق المباراة القادمة يفضل موجود، وتريزيجيه يكون هو أحد البدلاء، إن لو لا قدر الله في أي مكان أو في أي مشكلة في المباراة، شايف إن هيكون تريزيجيه هو المثالي في وقت التغييرات لصالح المنتخب المصري. وطبعا مصطفى محمد في الهجوم. نتمنى ان احنا نلعب مباراه من اجل سمعه الكره المصريه، مباراه تشرف الكره المصريه، ومباراه مصالحه الجماهير، لان طبعا كل جماهير الكره في مصر زعلانه جدا من اداء المنتخب المصري في المباراتين الماضيتين، واتمنى طبعا في النهايه التوفيق للمنتخب المصري. لو المنتخب ادى بالشكل ده والتشكيل المباراه كان بهذا الشكل، والمنتخب المصري من اول ده قدر ان هو يسيطر على مجريات الجيم زي ما بنقول، ان شاء الله هيبقى الغلبه والتوفيق للمنتخب المصري. وانا بتوقع من وجهه نظري ان شاء الله المنتخب المصري هيفوز بنتيجه حلوه ونتيجه مرضيه ونتيجه تقيله، انا من وجهه نظري نتيجه 2-1 او 3-1 على منتخب كاب فيردي. كل التوفيق للمنتخب المصري.